السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة أكلة حلوة قوي سريعة بسيطة كلها فيتامينات، كمان فيها بروتين البيض. هتنفع معانا بقى في فطار، في عشاء سريع. أكلة لذيذة وخفيفة وتحفة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعملها ازاي. معايا حبيتين من البطاطس هنبشرهم بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت تقدري تعملي كمية الخضار اللي انت عايزاها، واكلتنا دي طبعا بتتميز بالخضار تحفة جدا. انا خلاص بشرت حبيتين البطاطس، وطبعا البطاطس فيها نشا كتير، كمان بتتأكسد بسرعة ولونها بيقلب بني بيغير. اول ما نبشرها ناخدها تحت الحنفية ونغسلها نشطفها كويس قوي بالمية مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده هنسيبها في المية، وممكن نحط عليها عصرة ليمونة ونسيبها مركونة بالمية اللي فيها لحد ما نيجي نستخدمها. هنصفيها ونعصرها كويس قوي. بعد كده معايا حوالي ربع كيلو من الكوسة. هبشرها، وبعد ما هنبشرها هنحط عليها معلقة من الملح علشان تنزل المية بتاعتها. بعد كده هبشر قرنين من الفلفل الرومي وقرن من الشطة. بعد كده جبت حباية واحدة من الطماطم بنقسمها نصين وبنخرج المية اللي فيها، بعد كده بنقطعها حتت صغيرة. طبعا انت بتحطي البيض على قد كمية الخضار اللي انت هتستعمليه. حطيت عليه معلقة من الملح ورشة من الكزبرة الناعمة ورشة من الكمون ورشة من الفلفل الاسود ورشة من البابريكا. بعد كده هحط حوالي معلقة كبيرة من التوابل اللي هي بطعم البسطرمة. ممكن انت تحطي اي طعم تاني موجود عندك، لو مفيش اي مشكلة. ممكن تحطي معلقة من مرق الدجاج اللي هي البودر. هقلب الكلام ده بقى مع بعضه كويس قوي بالمضرب. بعد كده هضيف بقى حبيتين الطماطم اللي انا مقطعاهم قطع صغيرة. هنقلبها برضو كويس، وهنحافظ برضو زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا نبقى مصفيين كل حاجة من المية كويس قوي. بعد كده هنزل عليهم بالفلفل المبشور. بعد كده هاخد الكوسة وهعصرها كويس قوي بايدي لحد ما انزل المية اللي فيها كلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت مقلبة فيها رشة من الملح وسايباها تنزل المية اللي فيها. بعد كده هاخد بقى البطاطس وهصفيها وهعصرها كويس قوي بايدي برضو لحد ما تنزل المية اللي فيها كلها. بعد كده هضيف معلقتين كبار من ورق البقدونس. بعد كده هنمسك الكلام ده كله بقى ونقلبه كويس قوي بالمعلقة. طبعا انت هتقدري تحددي البيض المناسب مع الخضار، عشان ما ينفعش تبقى حاطه خضار اكتر من البيض. بمعنى انك انت بتقلبي كده يبقى كله متجانس مع بعضه، تبقى انت حاسه بوجود البيض في قلب الخضار، يعني يبقوا لافين مع بعض شبه الكيكه السائله كده. في الحالة دي هيبقى البيض متوازن مع الخضار. طبعا الكلام ده هنحتاجه بعدين وانتي حاطة البيض على النار علشان الاقراص اللي هنعملها ما تفكش منك. بعد كده جبت طاسة على النار وهنحط فيها حوالي معلقة واحدة كبيرة من الزيت، مش اكتر من كده، هي معلقة واحدة بس علشان احنا هنحط لكل قرص معلقة زيت. بعد كده قبل ما هنحطهم على النار هنرجع نقلبهم تاني كويس قوي علشان كله يتجانس مع بعض. بعد كده هناخد بقى كبشة صغيرة وهنحطها في قلب الطاسة. طبعا ده بقى على قد قرص البيض اللي انت عايزة تعمليه. عاوزة تعملي قرص كبير هتكبريه وهتحطي كبشتين 3 زي ما انا هعمل كده. انا عندي هنا هاملة الطاسة علشان هعمله قرص كبير. هنوزعه بقى بالراحة كده وهنحاول ان احنا نسويه. بعد كده طبعا هنهدي النار عليه خالص، نار هادية جدا، وهنغطي عليه بغطا علشان البيض يستوي معانا كويس والخضار كمان يستوي كويس. بعد كده هنسيبه بقى حوالي دقيقتين 3 على نار هادية خالص. بعد ما يكون استوى هنرجع نحط عليه الغطا تاني علشان هنقلبه بالغطا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا كنا حاطين معلقة زيت واحدة، يعني القرص اتشرب الزيت. ما تقلقيش خالص، مفيش زيت هيقع على ايدك ولا حاجة، بس دي اسلم طريقة واسهل طريقة انك تقلبي بيها قرص البيض من غير ما يتكسر منك. بعد ما نقلب قرص البيض على الوش التاني هنيجي بقى ونحط حوالي معلقة زيت من الجنب كده زي ما انتوا شايفين، علشان طبعا قرص البيض بيبقى شارب المعلقة الاولانية كلها، فالوش التاني مش هيتبقى له زيت، فاحنا حابين نحط بس معلقة زيت كمان علشان يبقى واخد وش لامع كده وشكله جميل. اما الناس اللي بتعمل دايت استغنى بقى عن الزيت خالص. بالمعلقة بقى وهنضغط عليه كويس كده وهنحاول نحركه في الطاسة عشان طبعا كله ياخد وش واحد والزيت يتوزع فيه كله. بعد كده هنشيله بنفس الطريقة. خلاص كده قلبناه في الغطا بتاع الحلة، هناخده بقى ونحطه في الطبق التقديم على طول. زي ما انتوا شايفين مستوي كويس، شكله حلو. الخضار اللي فيه بيبقى مستوي كويس علشان احنا طبعا بشرينه وما بياخدش سوا خالص. ريحته تحفة جدا. بنفس الطريقة هنحط حوالي معلقة من الزيت. بعد كده هنسيبها تسخن كويس
وهنحط عليها على قد ما هنعمل القرص بتاعنا. ممكن تعمليه قرص صغير خالص مفيش مشكلة، تقدري تقلبيه بالمعلقة على طول، بس انا برضو هعمل اقراص كبيرة علشان اخلص بسرعة. بعد ما استوى هنقلبه بقى على الوش التاني، وبرضه هنحط له معلقة صغيرة من الزيت. خلاص كده، بعد كده هنقلبه بقى بنفس الطريقة. بعد كده هكمل بقى بقية الكمية علشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. خلاص انا كده خلصت الكمية اللي معايا كلها. الست بيضات مع الخضار عملوا معايا 5 اقراص كبار. دي اقراص كبيرة على فكرة وتقيلة جدا. يعني انتي مثلا لو هتعملي نص الاقراص دي اللي هي الصغيرة هيعمل معاكي 10 اقراص. حجمهم حلو برضو مش صغير. اكلة حلوة وبسيطة، تحسي كده ان فيها البركة. ساعات بتنقذنا برضو من الحيرة وفي التفكير هنعمل اكل ايه النهاردة. الفطار كل يوم شبه بعضه، فدي فكرة حلوة وسريعة كده. كمان ممكن تنفع معانا عشاء خفيف برضو في منتهى الجمال. أكلة حلوة اقتصادية سريعة. طعمها حلو قوي، ريحتها تحفة. كمان أكلة صحية فيها خضار، فيها فيتامينات، فيها بروتين البيض. ألوانها جميلة قوي، تحسيها عاملة بيتزا كده في نفسها. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، أتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.